السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تشتركوا في قناتي عبر الضغط على الزر الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتي ما عليكم إلا الضغط على زر جرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو. بالنسبة لوصفة اليوم هي عبارة على بسطيلات صغار بحشوة السمك، فهذه الوصفة تكون لذيذة جدا. بالنسبة للمكونات أحتاج إلى خلاط. أولا أحتاج أعزائي إلى كمية من القزبور، أقوم بتقطيعها هكذا. أضع القزبور في الخلاط وأضيف أعزائي القليل من الصوجا، ما يعادل ملعقة صغيرة من الصوجا كافية. وأضيف أعزائي كذلك إلى الخليط 4 فصوص من الثوم، وأضيف ملعقة كبيرة من الطماطم المعلبة، والقليل من الصلصة الحارة الهريسة، وربع ليمونة مرقدة الحمض المصير، وعصير ليمونة، نصف عصير ليمونة أقوم بعصرها على هذه الطريقة. أضيفها إلى الخليط هكذا. أحتاج كذلك إلى زيت الزيتون، ما يعادل ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وأضيف القليل من الزعتر، والقليل من بودر الثوم، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأحمر، وملعقة من الكمون، والقليل من الفلفل الأسود، والقليل من الملح فقط، لأنني قمت بإضافة ليمونة مرقدة، فقليل من الملح كافي. وأترك الكل حتى يصبح خليط متجانس على هذا الشكل كما في الفيديو هكذا. أحتاج أعزائي إلى مقلاة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، وأضيف زيت الزيتون، وأضع الكل في نار، وأضيف فلفل أحمر مقطع قطع مربعة، وفلفل أخضر مقطع قطع مربعة، وبصلة مقطعة قطع مربعة صغيرة، وزيتون مقطع قطع دائرية صغيرة، وأترك الكل يتقلى. بالنسبة للزيتون أتركه حتى ينضج الفلفل والبصل جيدا. أخذ الكراميل، أقوم بتقطيعه على هذا الشكل. أقوم بنفس الطريقة، أخذ ملعقة ونصف من التشرمولة، وأخذ القليل من زيت الزيتون أضعه فوق النار، وأضيف للخليط أضيف الكراميل للخليط هكذا، وأتركه نصف دقيقة فقط. بالنسبة للكراميل أتركه نصف دقيقة كافية. أحتاج كذلك إلى، وبعد أن نضج الكراميل أضعه أولا في إناء، وأقوم بالتخلص من المرق. أترك الكراميل فقط وأتخلص من المرق بهذا الشكل. أحتاج أعزائي كذلك لهذه الوصفة إلى الجمبري قمرون الصغير والكبير، الحجم الصغير والحجم الكبير. أقوم أعزائي بنفس الطريقة، أخذ كسرول أضع به ملعقة ونصف من التشرمولة وزيت الزيتون، أضع الكسرول فوق النار، وأضيف الجمبري إلى الخليط هكذا، وأتركه حتى
يطهى. أقوم بالتحريك هكذا حتى يطهى الجمبري. كما ترون فهذا هو خليط الفلفل الأخضر والأحمر. أقوم بإضافة الزيتون، وهذا هو الجمبري. أخذ الجمبري وأضيفه إلى الكراميل، وكما قلت أتخلص من المرق، أخذ السمك فقط وأتخلص من المرق بهذه الطريقة. بعدها أعزائي أخذ كذلك الخليط الأول الذي قمت بتحضيره بالفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والزيتون والبصل، وأضيفه إلى السمك أعزائي بهذه الطريقة. أحتاج هنا إلى نوعين من سمك الفيلي، وهذا يبقى اختياري. أقوم بنفس الطريقة، أخذ كسرور، أضع الخليط وأضع النوع الأول من الفيلي، أتركه مدة 10 دقائق تقريبا حتى يطهى جيدا. أقوم بتقليبه. بعدها أعزائي أحتاج هنا إلى ما يقارب 40 جرام من الشعرية الصينية، فهي كافية. نصيحة: لا يجب الإكثار من الشعرية الصينية. بالنسبة لطريقة الشعرية الصينية، أخذ كسرول وأضع بها الماء المغلي، وأضع الشعرية في الماء المغلي وأقوم بتصفيتها. هذه بالنسبة للشعرية الصينية. هذا هي السمك الفيلي الذي قمت بطهوه كما ترون. أضيفه إلى الخليط كذلك هكذا، وأخذ النوع الثاني من سمك الفيلي، أضعه في المقلاة. أقوم بنفس الطريقة، أضع القليل من الخليط شرمولة وأضع به الفيلي. أقوم بغلي الماء كما قلت لكم سابقا، وأضع به الشعرية الصينية، وأقوم بتصفيتها من الماء، وأقوم بتقطيعها بهذا الشكل كما في الشريط بالمقص بهذا الشكل. وأخذ ملعقة من التشرمولة وأقوم بوضعها في الشعرية الصينية، وأقوم بالخلط جيدا، وأضيف السمك الفيلي الذي قمت بتحضيره من قبل، النوع الثاني من سمك الفيلي، وأضيف الشعرية الصينية إلى السمك. وأحتاج إلى كمية من القزبور كما ترون. المهم أحتاج إلى القليل من القزبور وعصير نصف ليمونة. أقوم بتقطيع القزبور، أضيفه للخليط، ونصف عصير ليمونة تقريبا، وأقوم بمزج المكونات جيدا بهذه الطريقة حتى ينسجم الكل، الشعرية الصينية والسمك. كما ترون فأنا لن أستعمل الشعرية الصينية بكثرة. كما ترون أنواع من يعني السمك، الكراميل، الجمبري الصغير والكبير، ونوعين من السمك الفيلي. أحتاج كذلك أعزائي إلى جمبري كبير الذي قمت بقليه هكذا بهذا الشكل للتزيين. هذا بالنسبة للتزيين. أحتاج إلى كمية من الزبدة، وأحتاج كذلك إلى ملعقة من الفلفل الأحمر. بالنسبة للطريقة، أقوم بتذويب الزبدة فوق نار هادئة، وبعدها أضيف ملعقة من الفلفل الأحمر. المراد من هذا الفلفل الأحمر كي يعطي لون ذهبي للبسطيلة. أقوم بالخلط جيدا. بعدها أعزائي أحتاج إلى
يعني مول دائري على هذا الشكل. وأحتاج إلى ورقة البسطيلة. أنا هنا استعملت ورقة الفيلو، وبالنسبة لكم فالورقة تبقى اختيارية، فيمكنكم أن تستعملوا الورقة التي تقومون بإعدادها في المنزل أو شرائها في يعني المتاجر، فهذا يبقى اختياري. أخذ ورقة الفيلو، أقوم بتنيها إلى تنيها هكذا، أقوم بتنيها وأقوم بدهنها، وأضيف حشوة السمك، وأقوم بهذه الطريقة كما في الشريط. بالنسبة لكمية الحشوة التي تضعونها في البسطيلة فهي تبقى اختيارية حسب عدد الأفراد. وأقوم بهذه الطريقة وأقوم بدهن الورقة. فأنا أفضل دائما ورقة الفيلو، وأنتم يعني حسب المتوفر يمكنكم الاستعانة بورقة التي تقومون بإعدادها في منازلكم. وأستمر بهذه الطريقة. أخذ ورقة أخرى هكذا، وأستعين بهذا المول ليكون شكلها دائري. وفي حين لآخر أقوم بدهن الورقة. وأستمر بهذه الطريقة وأضعها كذلك في المول ليكون يعني شكلها دائري. أحتاج كذلك إلى صفيحة فرن أضع بها ورق الطبخ لكي أضع البسطيلات في الصفيحة. وأضع البسطيلة في الصفيحة هكذا. سأريكم واحدة أخرى لكي تصل الفكرة تماما. أقوم بدهنها بالزبدة. والآن سأريكم واحدة أخرى لكي تصل الفكرة جيدا. أقوم بتني الورقة وأقوم بدهنها بالزبدة. أضع الحشوة، والطريقة موضحة جيدا في الفيديو. وأضعها في صفيحة الفرن. بعد أعزائي أقوم بدهن جميع البسطيلات بالزبدة الذي قمت بتذويبها والفلفل الأحمر، وأضع الكل في فرن حتى تعطي لون ذهبي ويصبح لونها ذهبي. وهذه هي نتيجة البسطيلة بالسمك. أتمنى أعزائي أن تنال إعجابكم وصفة اليوم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم، إلى وصفة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.